بمناسبة يا جماعة إن كل بنت معاها موبايل، والموبايل ده فيه كاميرا، وبتركب مواصلات أو ماشية في الشارع، فبتتبلى على أي حد مظلوم إن هو بيتحرش بيها، إن هو بيعاكسها، وإن هو بيضايقها، والجو ده كله. طبعا في تحرش، أيوه في تحرش، وفي معاكسة، أيوه في معاكسة. لكن يا جماعة عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، عن البنات اللي بيدعوا وبيتهموا الغير بالظلم وبيتهموا الغير بالزور للاسف الشديد. وده اتكرر كتير جدا، وانا شفته بعيني. يعني انا شفته بعيني حرفيا بكل معنى الكلمه، شفته في المواصلات، وشفته في الاسواق، وشفته في الشوارع، وشفته في الميادين والمؤسسات الحكوميه. ان في واحده عايزه تتشهر، فبتطلع موبايلها وتتهم اي حد معدي جنبها ان هو اتحرش بيها، او ان هو عاكسها، او ان هو قال لها كلمه مش ولا بد، او ان هو لمس جسمها. وطبعا بعد تفريغ الكاميرات بيطلع ان الشخص ده ما قربش منها اصلا من اساسه، وما اتكلمش معاها اصلا من اساسه، وان هو ما لمسهاش ولا جه جنبها. زي ما قلت لكم في الاول يا جماعه، في تحرش وفي معاكسه، بس يا جماعه في ظلم، في ظلم يا جماعه. برضه في ظلم، في بنات مش كويسه، في بنات مش تمام، في بنات شمال بيعملوا حاجات مش ولا بد. إيه الكلام يا جماعه على ايه؟ انا كنت مع واحد صاحبي في المواصلات، كنا راكبين اتوبيس هيئه النقل العام، اللي هو الاتوبيس الازرق الطويل ده، وانا وصاحبي كنا راكبين جنب بعض. فانا راكب جنب الشباك وصاحبي راكب جنبي، فعدت واحده جنبنا وصاحبي لازق فيا عشان ما يخبطش في حد، تمام، ويسيب الطريق فاضي. وطبعا الطريق فاضي يا جماعه، مفيش حد راكب، كل واحد راكب على الكرسي بتاعه. جت واحده معديه راحت خبطت في صاحبي، هي اللي خبطه فيه بمزاجها، وانا وصاحبي كنا بنتكلم. لكن بما ان انا بهتم بالتفاصيل، فكل حاجه حواليا لازم اخد بالي منها. فهي راحت خبطت في صاحبي وقالت له ايه اللي انت بتعمله ده، وراحت مطلعه موبايلها وعايزه تصور. طبعا الناس قالوا لها انت غلطانه، وانت اللي راميه نفسك عليه، وانت اللي خبطاه، الاتوبيس كله فاضي، وايه اللي خلاكي اصلا تعملي كده. فطبعا الكمساري والناس الحمد لله كانوا طلعوا ناس محترمين. وانا صاحبي بيتكلم معايا ولازق فيا واحنا بنتكلم، ما جاش جنبها ولا اصلا بص لها. راحت قالت له ايه اللي انت عملته ده، وعيب اللي انت بتقوله، وعيب اللي انت عملته، وعيب وعيب وعيب. وطبعا الناس الحمد لله كانوا مركزين معانا، وكان في ضابط وامين شرطه راكبين معانا، فقالوا لها انزلي، اتفضلي انزلي، عشان اللي انت بتعمليه ده غلط، واحنا ممكن نحبسك بسبب اللي انت بتعمليه. فزي ما في شباب ورجاله وعيال وولاد بيعملوا تحرش وبيعملوا معاكسه، في بنات بيتهموا الغير بالظلم، بيتهموهم زور ان هم اعتدوا عليهم، وبيكون ده ما حصلش للاسف الشديد يعني. فاتمنى ان احنا نركز يا جماعه، ومفيش حل. تقريبا الحل الوحيد ان احنا ما ننزلش من البيت، سواء رجاله او ستات، سواء ولاد او بنات، سواء عيال او نسوان. احنا كلنا نقعد في البيت ما نخرجش، عشان خلاص بقى فاهم، الدنيا باظت.